تخيل كده انك انت في مكان غريب وانت مش عارف انت فين، وكمان مش عارف تفتح الباب، لكن تلاقي شخص بيكلمك وبيسألك على 5 أسئلة، وبيسألك على حاجات تافهة زي اسمك وسنك وكمان اتولدت فين. وهي مش عارفة تقول حاجة، كانت بتعصر دماغها علشان تعرف سؤال واحد بس الشخص قال لها سؤال واحد بس وهي بتعرف تحلها، وهي ان هي تقول اسم ولاية أمريكية وهي بتعرف تحلها فعلا، مع انك انت مش عارف اسمك ولا سنك ولا حتى اتولدت امتى، وبتسأل نفسك انت مين. ده مشهد من مسلسل سيفرانس، وقصته غريب جدا، لكن دي اعظم مسلسل بالنسبة لي انا. فما تخافش يا عزيزي المشاهد، اصلا انا مش هحرق حاجة اصلا. وقصة المسلسل ده هي ان في شركة، بعض الموظفين بيشتغلوا الشركة دي، بس اهم حاجة ان هما يكونوا ليهم مخ تاني. زمانك مش فاهم وبتقول مخ تاني ومش مخ تاني، وبتقول ايه القصة دي يا مكسيك. انا فاهمك، انت ليك 2 دماغ، دماغ للشغل ودماغ للحياة العادية، مع انهم ان هما نفس الشخص بس هما مش نفس التفكير او نفس الدماغ. والمسؤولين الشركة بيتعاملوا الموظفين ان هما عبد شغل حرفيا. وانت زمانك بتسأل وبتقول طب الشخصية اللي بيشتغل ده هل هم عارفين حاجة عن الحياة العادية؟ والحقيقة يا عزيزي المتابع انه لا، اصل الشخصية الخارجية عاوزة تعرف حقيقة الشركة، وكمان الشخصية اللي في الشغل عاوزة تعرف حقيقة الشركة. وكمان حاجة غريبة زي انك انت ينفع تغمض وتفتح هتلاقي نفسك انك انت في البيت، واصلا الشخصية اللي في الشغل ولا هو عنده هوية ولا عارف اسمه الحقيقي ولا اي حاجة، هو اتولد جوه الشغل ومش عارف اي حاجة. هما مين؟ هما ولا عندهم هوية ولا اي حاجة ولا حتى عندهم ذكرى، وكمان لو هما اتكلموا وعندهم رأي بيعاقبوهم. بس برضه مسلسل ليها غموض كتير جدا وقصته عظمة على عظمة. وكمان الشخصية الرئيسية بيعمل حركات غريبة يعني، بس بيضحكني برضه. لكن البنت اللي عملت دور هيلي كانت بتتقن الدور حرفيا، ما ملتش خالص. لكن الشخصية التخين كان بيشيل الكوميديا حرفيا وكان بيموتني من الضحك. وجده ده عيب على سنك يا حاج، ده انت اكبر مني، يعني انت تشوف عيالك او تشوف حاجة تاني لكن تحب راجل عجوز. لكن مستر ميلك تشيك ده يعني تحس ان هو روبوت مش انسان، تحس ان هو ذكاء اصطناعي، وتحس ان هو مش بيروح البيت اصلا. وكمان لما يعاقب اي حد من الموظفين في اوضة ما فيهاش نور بيقول جملة 1000 مرة او اكتر من 1000 مرة، وبيعذب نفسه في نفسه. وكمان ضحكته المستفزة تحس ان هو مش ضحكته الحقيقي. وكمان الممثلين صعب ان هم يعملوها اصلا. حلقة الرأس ده اعظم حلقة بالنسبة لي، وانت عارف ايه اكتر حاجة عجبتني في حلقة الرأس؟ وهي الالوان، لما كل حاجة بقى احمر عشان يستفز الراجل التخين. ما تيجي نعمله واحد واندومي خضار بتحس كده ان الحلقة الاخيرة بيجيب لك توتر وتكون قلقان قوي. تلخيص سريع كده، رأيي ان المسلسل عظمة العظمة. وكمان لو عاوز ان انا اتكلم عن الموسم التاني قولي في الكومنتات. وبيس.